السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الوصفة ديال البطبوط معمر بالكبده، هشيش وخفيف ودغيا كيوجد. هنا كنحتاجو ربع لتر من الماء يكون دافئ، ونزيدو معاه معلقه ونصف ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه ديال السنيده. كنخليوه يتفاعل مزيان، وتنديرو هنايا 380 غرام ديال الدقيق مع 250 غرام ديال الفينو وشويه ديال الملح. تنخلطوا الخليط مزيان. العجينه ديالنا كيخصها تكون ما ثقيلاش، خصها تكون خفيفه شويه، وغادي نكملوا بالدلك ديالها تقريبا واحد 5 دقائق هكاك، وتنخليوها تخمر على خاطرها. ومن بعد ما دلكناها كنخليوها ترتاح 45 دقيقه. وهنا كنوجدوا الحشوه ديالنا. احتاجيت انا بصله كبيره مع الزيت والفلافل الالوان والثومه المحكوكه. تنخليهم يتشحروا مزيان. وفي هذا الاثناء كتكون الخميره ديالي العجينه خمرات. تنقطعها قطع صغيره على حسب الذوق. هنا انا قطعت 80 غرام لكل كويره، وغادي نشكلهم بواحد الطريقه. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرهم بحال هاد الطريقه هذه. وتندير لهم الفينو مزيان وتنقادهم في واحد الصفيحه، وكنخليهم يخمروا واحد 20 دقيقه. في هاد الاثناء كنكمل الحشوه ديالي. هنا درت الكبده على البصله والفلافل، وكنزيدوا العطريه، الملحه والكمون الابزار والتحميره، وكنزيد من بعد المعدنوس والطماطم المركزه صافي. وكنحرك كلشي. كنخلي الخليط يتشحر مزيان حتى ما يبقاش فيه الماء، وصافي كنطفي على الحشوه ديالي ونخليها تبرد. هنايا بعد 20 دقيقه ها هما تنفخوا، وغادي نقادهم بالدلاك بهذه الطريقه هذه. وغادي نخليهم عاود يخمروا واحد شويه، ما بين 10 حتى 20 دقيقه هكاك، باش كيجيو منفوخين وخاويين من الداخل. كيف ما كتشوفوا ها هما نفخوا، كيجيو فريمون خفاف وخاويين من الداخل وهشاشين دغيا تيوجدوا. ولا كان عندكم نقيلات بزاف تديروا كميه كثيره باش كتساليو دغيا. كيف ما كتشوفوا ها هما وجدوا. ما بقى ليا الا نعمرهم. هنا درت الخس، وغادي نزيد الحشوه ديالي ها هي واجده، وصافي كنكمل على هاد الطريقه هذه. فريمون كيجيو زوينين وبنان. نتمنى انكم تجربوهم، ومع وصفه جديده ان شاء الله. وشكرا على المشاهده، وما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينه.